حبيت أعمل معاكم النهاردة فيديو كامل عن البيتزا. يعني هنعمل مع بعض أسهل وأنجح عجينة بمقادير بسيطة جدا، وهقولك إزاي تكون طرية ومش ناشفة أبدا. وهنعمل كمان مع بعض صلصة البيتزا بطعم وريحة تجنن، وهنعمل الحشوة الخطيرة اللي طعمها مفيش زيه، وهقولك على طريقة التسوية المظبوطة عشان تطلعي أحلى بيتزا، وهقولك على سر مطة الجبنة. صدقيني لو جربتيها مش هتشتريها من بره تاني ابدا. اهم حاجة تمشي على الطريقة والمقادير مظبوط. لو اول مرة تشوفوني انا اسمي دعاء. يلا اعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنعملها هي العجينة. هنستخدم للعجينة اول حاجة الدقيق. انا استخدمت دقيق الضحى، ممكن نستخدم اي نوع دقيق متعدد الاستخدامات. هستخدم 5 كوبايات ونص من الدقيق وكوبايتين من الحليب، ممكن نبدلهم بكوبايتين من المية، ونص كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقتين كبار من السكر، وكيس من الخميرة الفورية. هجيب طبق غويط وهضيف فيه الحليب، والحليب لازم يكون دافي، يعني مش بارد ومش سخن، يكون دافي. وممكن نبدلهم بكوبايتين من المية او كوباية من الحليب وكوباية من المية، براحتك اللي انت عاوزاه ممكن تستخدميه. فانا حطيت كوبايتين من الحليب وعليهم معلقتين كبار من السكر وكيس من الخميرة الفورية، ما يعادل معلقتين من الخميرة الفورية، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الخميرة تدوب. وبعد ما الخميرة دابت بالشكل ده هضيف كوبايتين من الدقيق، ولازم الدقيق يكون منخول طبعا، وهقلب الخليط ده كويس جدا. اهم حاجة في اي مخبوزات احنا بنعملها ان المعيار يكون مظبوط، يعني الكوباية اللي هنستخدمها في معيار الحليب هي نفس الكوباية اللي هنعاير بيها الزيت والدقيق وكل حاجة، فلازم الكوباية تكون واحدة، هي نفس الكوباية. وهقلب الخليط ده كويس جدا لحد ما الخليط معايا يكون ناعم بالشكل ده، ما يكونش فيه اي تكتلات ابدا. وبعدين هغطيه حوالي 10 دقايق او ربع ساعة لحد بس ما الخميرة تتفاعل مع الدقيق وحجمها هيزيد شوية. وهو ده شكلها بعد مرور ربع ساعة بالظبط. حجمها زاد وبقى قوامها متغير جدا، لان الخميرة خلاص اتفاعلت مع الدقيق وبقية المكونات. هقلبها بقى واخرج منها الهواء، وهنزل عليها بنص كوباية من الزيت، وهقلب الخليط كويس جدا. وبعد ما اخلط الزيت في بقية الخليط هنزل بمعلقة الملح الكبيرة، وبرضو هقلب الخليط ده كويس جدا. ودلوقتي هبدأ اضيف باقي كمية الدقيق بتاعتنا اللي هما 3 كوبايات ونص، بس انا هضيف 3 كوبايات من الدقيق، وهخلط المكونات كويس بايدي بالشكل ده، وهبدأ اعجن. لو حسيت ان العجين ملزق قوي زيادة عن اللزوم هبدأ اضيف نص كوباية الدقيق اللي فاضلة، بس واحدة واحدة، علشان انا مش عايزة العجينة معايا تكون ناشفة، انا عاوزاها تكون ملزقة كده وطرية جدا. اهم حاجة في العجين انك تديله وقته في العجن، يعني هنعجن العجينة دي وقت لا يقل عن 10 دقايق. وكمان لو حسيتيها ملزقة قوي بالشكل ده فاحنا هنبدأ نضيف الدقيق واحدة واحدة، اللي هي نص الكوباية اللي باقية، لحد ما العجين معايا يلم وتكون العجينة كويسة جدا وتكون طرية. كل ما العجينة تكون فيها سن التلزيق كل ما هتكون طرية جدا بعد التسوية. اهم حاجة العجينة ما تكونش ناشفة معاكي. وهو ده شكل العجينة بعد ما خلاص اتعجنت ولمتها وبقت طرية. شوفي طرية ازاي، بجد حلوة جدا، بس فيها سن التلزيق شوية، وانا مش عاوزة اضيف خلاص دقيق تاني. فهحط في ايدي حوالي معلقة من الزيت وهلم بيها العجينة، وبكده العجينة خلاص بقت معايا جاهزة. انا عاوزاها فيها سن التلزيق بالشكل ده. ودلوقتي هدهن الطبق بدهنة بسيطة من الزيت، وهحط فيها العجينة، وهقلبها في طبق عشان اغلف كل العجينة بالزيت، وهغطيها بورق استرتش او كيس تلاجة، واغطيها بفوطة واسيبها تخمر حوالي ساعة على حسب درجة حرارة الجو لحد ما تخمر وحجمها يزيد. ودلوقتي خلاص هنسيب العجينة تخمر براحتها، وفي الوقت ده هنكون بنجهز احلى حشوة بالفراخ. تعالوا بينا نعمل حشوة بسيطة جدا وسهلة جدا بالفراخ. هستخدم حوالي نص كيلو من صدور الفراخ، وهقطعهم شرايح بالطول بالشكل ده زي الشاورما بالظبط. وهعمل لها بقى تتبيلة بسيطة وسهلة جدا تقدري تتحكمي في مقاديرها براحتك خالص، وهي عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكمون وبهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من البابريكا والزعتر
ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من الثوم البودرة والبصل البودرة، ونص معلقة صغيرة من القرفة، وكمان مكعب من مرقة الدجاج، وحوالي نص معلقة صغيرة من الشطة على حسب الرغبة طبعا، ومعلقة كبيرة من الخل، وعصير ليمونة كاملة، ومعلقة صغيرة من المستردة. وهقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. الخلطة دي تقدري تقللي فيها أو تكتري فيها براحتك، يعني لو في مكون معين مش بتحبيه فمش لازم تضيفيه، بس انت لو عملت التتبيلة بنفس المقادير دي بالظبط هتعجبك جدا جدا. وبعدين هنضيف معلقتين من الزيت، وهقلب كل البهارات دي مع بعض كويس جدا. وبعدين هنزل عليها بكمية الفراخ بتاعتنا وهقلبها في التتبيلة دي كويس. وبعدين هسيبها في التلاجة حوالي ساعة أو 2 أو 3 براحتك، لأن كل ما هتسيبيها في التتبيلة كل ما طعمها هيبقى أحلى وأطعم بكتير. حتى لو انت مستعجلة وعملتيها على طول صدقيني هتلاقي النتيجة هايلة جدا جدا. جربيها وصدقيني مش هتندمي ابدا. ودلوقتي انا هجهز الخضروات اللي انا هضيفها على البيتزا. هستخدم الفلفل، لو عندك فلفل اخضر بس ماشي مفيش مشكلة، عندك فلفل الوان هتستخدميه. وكمان هستخدم طماطميتين وبصلاية واحدة، وهقطعهم كلهم شرايح بالشكل اللي انت شايفاه كده بالظبط. ودلوقتي بعد ما خلصت تقطيع كل الخضروات بتاعتي، يلا بينا بقى نجهز احلى واطعم صلصة للبيتزا. عمرك ما هتلاقي احلى من كده ابدا. اول حاجة هجيب حلة واحطها على النار، وهنزل فيها بمعلقتين من الزيت، اي نوع زيت نباتي. وبعد ما الزيت يسخن هنزل عليه بفصين مفرومين من الثوم، وهشوحه تشويحة بسيطة خالص. انا مش عايزة الثوم يحمر، لا انا عايزاه يفضل زي ما هو ابيض. وبعد ما نشوح الثوم بالطريقة دي هنزل عليه بعصير الطماطم، وهقلبه تقلبتين. ويلا بينا نضيف بقية المكونات بتاعتنا. هنضيف نص معلقة صغيرة من الملح والبصل البودر، ومعلقة صغيرة من الزعتر، ممكن يزيد شوية كمان، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، وكمان معلقة كبيرة من الكاتشب. وطبعا كل المكونات اللي احنا ضفناها دي ممكن تزوديها او تقلليها على حسب الكمية اللي انتي عاوزاها. يعني لو عملتي كمية صلصة اكبر من الكمية اللي انا عاملاها دي فانتي طبعا هتزودي كمية البهارات. وبعد ما ضفنا كل المكونات للطماطم خلاص هنقلبه تقلبتين كده، وهغطي عليه واسيب بقى الصلصة دي تتسبك براحتها. وده شكل الصلصة بتاعتنا بعد ما خلاص اتسبكت. شوفوا شكلها عامل ازاي والقوام عامل ازاي، بجد حلوة جدا. والزعتر مدي ريحة تحفة، بجد ريحتها تجنن. يعني صلصة البيتزا ما بتاخدش وقت ابدا ابدا، جميلة جدا وقوامها تحفة. ده هي الوقت كمان سخنة، لسه لما هتبرد القوام هيتقل وهيبقى احلى من كده بكتير. بجد جميلة قوي قوي، ما خدتش وقت، مكوناتها كلها موجودة في البيت، لون تحفة، ريحة تجنن، بجد طعمها حلو جدا جدا. وطبعا انت في الوقت ده بتدوقيها وتشوفي لو ناقصها ملح ناقصها اي حاجة ممكن محتاجة تزوديها فبتضيفيها لها عادي جدا. وكمان ممكن تعملي من الصلصة دي كمية كبيرة وتعينيها في الفريزر لحين الاستخدام، يعني هتسهل عليكي كتير. يعني لو عملتي كمية هتفضل جاهزة معاكي، ففي اي وقت عايز تعملي بيتزا عايز تستخدمي الصلصة هتطلعيها وهتستخدميها على طول. بجد حلوة جدا جدا، ولو جربتيها مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. دلوقتي خلاص صلصة البيتزا بقت جاهزة معانا، وكمان الفراخ متبلة وجاهزة، يدوب ان احنا هنشوحها على طول الوقت، والعجينة طبعا بتخمر. يلا بينا بقى نشوح الفراخ بتاعتنا. هجيب صينية او طاسة واحطها على نار عالية، وهحط فيها معلقتين من الزيت، وهنزل عليها بالفراخ بعد طبعا ما الزيت سخن جدا. هنزل عليها بالفراخ علشان تاخد صدمة، وهعلي النار عليها عشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها. وبعد ما فردت الفراخ على الصينية بالشكل ده كده بالظبط مش هقلبها ابدا غير بعد ما يتغير لونها من تحت. وبعدين هبدأ اقلب الفراخ وابدأ اشوحها بالشكل اللي انت شايفاه كده بالظبط. انا مش هغطي عليها عشان ما تنزلش ميتها، انا هسيب الفراخ تستوي على نار عالية، لان اصلا الفراخ متقطعه شرايح صغيره ورفيعه فمش هتاخد وقت في التسويه ابدا. ودلوقتي الفراخ بدأت تدخل في السوا، بجد مش قادره اقولك ريحتها ازاي، ريحتها حلوه جدا جدا جميله لابعد الحدود. التتبيله دي لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها على طول، انا بحب اعملها في كل حاجه. ودلوقتي الحشوة بتاعتنا خلاص بقت جاهزة، وطعمها حلو جدا واستوت وبقت تحفة.
بس انا بقى دلوقتي هضيف عليها الخضار اللي هو البصل والفلفل والطماطم، وهشوحهم مع الفراخ. طبعا الخطوة دي اختياري، يعني انت ممكن تعملي الخطوة دي زي ما انا عملت بالظبط، وممكن ان انت تستخدمي الفراخ لوحدها كده فوق البيتزا، وبعدين بتحط عليها الخضار اللي هو البصل والفلفل والطماطم والزيتون، عادي جدا خالص. فانت براحتك، بس انا بحب الخطوة دي علشان الخضار ياخد من طعم الفراخ والتتبيلة اللي انا عاملاها. يدوب تشويحتين بس وبتكون الفراخ معانا جاهزة، وهي كده خلاص شاورما. في تتبيلات كتير جدا للشاورما، دي واحدة منهم. دلوقتي بقى هنشوف العجينة بتاعتنا. شوفوا العجينة خمرت وبقت حلوة ازاي، بجد تحفة. عجينة هشة وطرية، وشوفوا حجمها اتضاعف قد ايه، بجد حلوة جدا جدا. ودلوقتي يلا بينا نخرج منها الهوا ونلم العجينة بقى، ونبدأ يلا نفردها في الصينية ونجهز البيتزا بتاعتنا. شوفوا قد ايه العجينة لينة وطرية، بجد حلوة قوي قوي. دي اسهل طريقة للعجينة بتاعة البيتزا، بجد جميلة جدا، ومش بتنفع في البيتزا بس، بتنفع في معجنات تانية كتير. ودلوقتي انا هقسم العجينة ل3 قطع، لاني هعمل صينية مقاس 30 وصينية مقاس 28 وصينية مقاس 26، فانا قسمتهم مقاسات مختلفة. يلا بينا نفرد العجين ونجهز البيتزا بتاعتنا. هبدأ بأول صينية وهنزل فيها بمعلقة من الزيت، وهوزع الزيت على حواف الصينية وفي أرضية الصينية كويس جدا. وهبدأ بأول قطعة من العجين وهفردها، ومش هتاخد وقت أبدا في الفرد، لأن العجينة مرتاحة وخمرانة كويس جدا. وبعد ما فردت العجينة بالشكل ده، هستخدم شوكة وأخرم كل البيتزا بالشكل ده عشان ما تقبش في الفرن وتتحول لعيش، والخطوة دي مهمة جدا جدا. ودلوقتي بعد ما خلاص خرمت كل البيتزا، هستخدم بقى الصلصة اللي عملناها مع بعض. شوفوا قوامها حلو ازاي، بجد حلو قوي قوي. جربيها وصدقيني مش هتندمي ابدا. وبعد ما دهنت وش البيتزا كله بالصلصة اللي احنا عملناها مع بعض، هحط رشة بسيطة خالص من الجبن. انا استخدمت ميكس جبن، انا بحب ميكس جبن الحمد. لو في اي نوع تاني انت بتحبيه وجربتيه مفيش مشكلة. وبعدين هنزل بالشاورما اللي احنا عملناها مع بعض، هحط كمية محترمة كده من الفراخ على البيتزا، وبعدين بقى هضيف الزيتون الاسود. وكمان لو انت ما عملتيش الخطوة اللي انا عملتها في الفراخ، اللي انا حطيت فيها الخضار مع الفراخ، فانت ممكن تضيفيه دلوقتي. وبعدين هنزل عليها بكمية كبيرة جدا من الجبن، وهضغط عليها ضغطة بسيطة كده بإيدي عشان أتأكد إن كل المكونات اللي على البيتزا مش هتقع من عليها بعد التسوية وبعد ما الجبنة تسيح. وبكده البيتزا بتاعتنا بقت جاهزة للتسوية. هدخلها على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، رف أوسط، ومش هشغل الشواية لحد ما الاقي البيتزا احمرت من تحت والجبن ساحت. في الوقت ده لو حبيتي تشغلي الشواية تدي بس للبيتزا لون كده من فوق، مفيش مشكلة. وده شكل البيتزا بتاعتنا بعد ما خلاص خرجت من الفرن واخدت اللون الجميل. شفتوا البيتزا من فوق شكلها حلو ازاي، بجد حلوة جدا جدا. الجبن ساحت وريحتها تجنن، بجد حلوة قوي قوي قوي. ودي البيتزا التانية اللي انا استخدمت فيها الفراخ بس من غير الخضار، وحطيت الخضار على البيتزا من فوق، حطيته فريش ودخلتها الفرن، وهو ده شكلها. اختاري الشكل اللي انت حباه واعمليها بالطريقة اللي تريحك. اهم حاجة اول ما تخرجي البيتزا من الفرن لازم تغطي عليها شوية علشان خاطر تطلع معاكي طرية. هتغطي عليها حوالي 5 دقايق، هتطلع معاكي طرية جدا وهتبقى تحفة وجميلة جدا جدا جدا. ودلوقتي انا بقطع البيتزا وهوريكي النتيجة بتاعتها، بجد جميلة جدا وطرية وطعمها تحفة، والصلصة اللي احنا عملناها فرقت كتير جدا في طعم البيتزا. مش قادرة اوصفلك قد ايه طعمها جميل وطرية جدا وريحتها خطيرة جدا، بجد احلى من بتاعة بره بكتير قوي قوي قوي. وشوفي مطة الجبنة بجد حلوة قوي قوي، معنى كده انها اخدت التسوية المظبوطة. يبقى احنا عملنا تسوية مظبوطة، اخدت لون حلو من فوق وكمان متحمرة حلو جدا من تحت. وبكده احنا عملنا وصفة البيتزا كاملة النهاردة، عرفنا كل تفاصيلها، عملنا مع بعض العجينة وعرفنا ازاي نعمل عجينة طرية وتطلع معانا بالجمال ده. وكمان عملنا مع بعض الصلصة، احلى صلصة بيتزا بمقادير بسيطة جدا وبطعم وريحة يجننوا. وكمان عملنا حشوة الفراخ
الرهيبة بتوابل كلها من البيت. حبيتي تكتري في اي بهارات براحتك، حبيتي تقللي براحتك. بجد حلوة جدا جدا، وعرفتك ازاي بتسويها وازاي تطلعي بيتزا بالجمال ده. يلا جربيها وقوليلي ايه رأيك في الكومنتات. ولو عندك اي تعليق او استفسار ابعتيلي في الكومنتات وانا هرد عليكي. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير، وهستنى رأيكم في الكومنتات.